السلام عليكم، اهلا بحضراتكم معانا في يوم جديد من ايام اسكندرية. طبعا اول ما شفتوا السلسلة عرفتوا احنا فين. النفق دوت اللي قدامك بيدخلك على شاطئ السلسلة او شاطئ الشطبي. في ناس كتير طبعا ما تعرفش ان الشاطئ هنا اسمه شاطئ السلسلة، المنطقة هنا طبعا معروفة بالشطبي. وفي ناس كتير بتقول ده شاطئ الشطبي. احنا فين بالظبط؟ على كورنيش اسكندرية. قدامنا المبنى الكبير ده مبنى جامعة اسكندرية، مبنى الإدارة كده اتجاه سيدي جابر والعصافرة. كده هنتجه الاتجاه التاني، اتجاه مكتبة اسكندرية هي في وشنا بالظبط، ومحطة الرمل والمنشية. طبعا الشاطئ هنا شاطئ مميز زي ما اتفقنا في الحلقات بتاعت قبل كده. شاطئ مميز يبقى سعر الشاطئ كام؟ يبقى سعره 15 جنيه، لان زي ما احنا قلنا الشواطئ السياحية ب25 جنيه والمميزة ب15، والشاطئ العام في شواطئ ب5 جنيه وفي شواطئ بدون رسوم خالص. شايفين كده الشاطئ خلاص اهو اتفرش، والشاطئ اصبح جاهز تماما لاستقبال المصيفين. طبعا اللي على ايدينا الشمال دي جنب كلمة سلسلة دي كافتيريا. وطبعا الشاطبي هنا من المناطق الراقية جدا 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 في اسكندرية، عشان كده طبعا هتلاقي فيها سعر العقارات هنا بيكون مرتفع جدا جدا. المنطقة هنا طبعا معروف ان هنا منطقة او حي الشاطبي. نظرا لموقعه المتميز اسعار العقارات هنا غالية جدا جدا جدا. شايفين طبعا المساحة الرملية هنا في الشاطئ صغيرة جدا، تعتبر صغيرة لو قارناها طبعا بالنسبة لبقية الشواطئ التانية. عشان كده الشاطئ بيكون فيه عدد شماسي قليل جدا مش كتير زي ما حضراتكم شايفين. ودي دورة مياه، دورة مياه رجال دورة مياه رجال ودورة مياه للسيدات، وفي غرفة طبعا لخلع الملابس. واللي قدامنا برج المراقبة اللي احنا شايفينه، البرج دوت اللي بيبقى واقف عليه الفرد الخاص بالإنقاذ. وقدام كده على طول كان في كافيه السلسلة، طبعا كان معروف ودلوقتي بيتم أعمال تطوير فيه. كده احنا هوت قدام الشاطئ بالظبط. هنقرب طبعا ونتحرك من الاتجاه التاني عشان نوري حضراتكم كل حاجة. طبعا خلاص احنا اتعهدنا ان احنا هنعمل سلسلة حلقات عن كل شواطئ اسكندرية. حضرتك خلاص بقى موجود عندنا بإذن الله طبعا وبفضله معظم شواطئ اسكندرية، ولسه في شواطئ تانية طبعا هنلف عليها وهنعرف حضرتك كل حاجة عن الشاطئ، بحيث حضرتك جاي اسكندرية مش عارف مثلا تروح انو شاطئ. الشارع اللي في وشنا ده كده شارع قناة السويس. شارع قناة السويس دوت يعتبر مدخل اسكندرية من اتجاه الطريق الصحراوي. يعني اللي جاي من الطريق الصحراوي بيدخل هنا على شارع قناة السويس، يطلع يمسك طريق الكورنيش. واللي قربنا عليه ده كده النفق، مدخل النفق ده يا جماعة اللي هو منه مدخل البوابة بتاعة الشاطئ. عشان حضرتك ما تحتارش طبعا كتير، بتنزل من مدخل النفق دوت وتعدي تلاقي نفسك عديت دخلت ايه الناحية التانية، بوابة الشاطئ. شايفين اهو الشاطئ مساحته الرملية صغيرة جدا مش كبيرة. وطبعا زي ما تعودنا في كل حلقاتنا، لو حضرتك اول مرة تشوفنا طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وبعد ما ينتهي الفيديو لو في تعليق من حضرتك طبعا على اي معلومة عايز تعرفها عن الشاطئ دوت او اي شاطئ او اي مكان عموما في اسكندرية، مستني حضرتك تقولي في التعليقات ايه اي تعليق لحضرتك على الفيديو. واهم حاجة طبعا بعد ما تتفرج ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، لان اللايك بتاع حضرتك بيساعدنا طبعا ان احنا اليوتيوب يقترح الفيديو لناس اكتر، ويمكن في ناس تبقى محتاجة تستفاد بمعلومة عن شواطئ اسكندرية. نتمنى طبعا من حضرتك ما تستخسرش فينا اللايك. خلينا نكمل ونقول ان المنطقة هنا او شاطئ الشاطبي من الشواطئ اللي بتبقى مزدحمة جدا جدا خلال فترة الصيف. وكمان الجميل في الشاطئ او مش عارف، في ناس بتشوفها ميزة وفي ناس بتشوفها عيب، ان مساحة الشاطئ الرملية هنا صغيرة جدا. فحضرتك طبعا في ناس بتعمل ايه، في ناس بتقعد زي الاستاذ اللي قاعد على السور كده، وانا واحد من الناس بعمل كده. بقعد على السور زي ما انا قاعد، والاقي نفسي في وش البحر، مفيش كام متر بيني وبين البحر. مش بحتاج طبعا ان انا انزل واقطع تذكرة واخد شمسية وكرسي وانزل واقعد في وش البحر.
فانا مجرد قعدتي على السور بلاقي نفسي قريب جدا جدا من البحر. وفي ناس بتشوفها عيب وبتقولك ده كده بيبقى خسارة بالنسبة للشاطئ، المفروض حضرتك تنزل وتقعد في الشاطئ زي باقي الشواطئ. ولكن طبعا نظرا لموقع الشاطئ هنا، الشاطئ هنا قريب جدا من مجمع الكليات النظرية، وده طبعا بيتسبب ان معظم الطلاب اللي هنا، في طلاب كتير جدا بيطلعوا من مجمع الكليات يا جماعة، وبيبقى اقرب حاجة ليهم هو شاطئ الشاطبي. بيجيبوا اكل وبيجيبوا سندوتشات وبيجوا يقعدوا على الشاطئ يتغدوا او يفطروا هنا، لان طبعا مكان الشاطئ قريب منهم جدا جدا على طريق الكورنيش. وخلينا طبعا نتكلم ونقول سؤال مهم جدا جدا، في ناس كتير سألته واتكلمت عليه في التعليقات عندي، وفي ناس بتدخل تكلمني خاص وتقولي طيب انا دلوقتي يا استاذ ياسر انا جاي اسكندرية مثلا وحابب اجر شقة تكون قريبة من كل الشواطئ، اعمل ايه؟ اكيد طبعا لو حضرتك اجرت شقة طبعا هتكون قريبة من الكورنيش، وبالتالي هتبقى قريب من كل الشواطئ. طيب أجر الشقة ديت ازاي او اتواصل مع الناس ديت ازاي؟ بصوا حضراتكم، في جروبات كتير على الفيسبوك، لو حضرتك دخلت على الفيس مثلا وكتبت شقق مصيفية للإيجار في اسكندرية، ممكن ما هتلاقي جروبات كتير. حضرتك هتعمل انضمام لكل الجروبات ديت، وبعد كده الجروبات ديت في خلال طبعا فصل الشتاء وفصل الصيف بالأخص بيعرضوا باستمرار شقق مصيفية بتكون قريبة جدا من البحر. الناس دي طبعا بتفضل تعرض باستمرار شقق، وحضرتك الشقة اللي بتعجبك بتتواصل معاهم وبتحجز وبتأكد. ولكن طبعا يفضل لو حضرتك ليك حد هنا في اسكندرية بتتواصل معاه وتخليه برضو يحجز لك شقة. طيب اخد شقة فين؟ هقول لحضرتك ان كل مكان في اسكندرية على البحر جميل جدا جدا جدا، ولكن طبعا معظم اخواتنا المصيفين بيفضلوا يعني منطقة ميامي والعصافرة والمنظرة والجنب اللي هناك ده كله، ناس كتير جدا بالاخص طبعا بيفضلوا المنطقة اللي هناك، وفي ناس بتفضل بتيجي المعمورة والمنتزه، وفي ناس بتاخد الاتجاه التاني اتجاه شاطئ النخيل واكتوبر. ولكن طبعا انا بقول لحضرتك، حضرتك لو خدت شقة في ميامي مثلا او في قريبة من شارع خالد ابن الوليد، حضرتك كده بتبقى قريب من معظم الشواطئ. والجميل كمان انك لو حبيت تنزل تتمشى تروح مثلا شارع خالد ابن الوليد بيبقى قريب منك. حبيت تتمشى وتيجي محطة الرمل او مثلا المنشية، تيجي القلعة، تيجي اي مكان، هتركب طبعا المشروع. والأجرة مش بتبقى كتير في اسكندرية، دي ميزة من ميزات محافظة اسكندرية عندنا، يعني الأجرة بتاخد خط البحر كله من أوله لآخره تقريبا سعره بيبقى 5 جنيه. بتركب من أي مكان على البحر بقى، بتبقى على حسب المشوار، اللي في النص ب3 جنيه 4 جنيه زي ما بنقول كده بالظبط. فحضرتك بتكلم الناس دي وبتتواصل معاها، وفي بعض الناس منهم بيطلبوا من حضرتك طبعا عربون، العربون دوت بيكون عشان جدية الحجز. في ناس طبعا بتكون نصابة كتير في الموضوع دوت، عشان كده آه لو حضرتك ليك علاقة بحد هنا في اسكندرية يا ريت تتواصل معاه وهو يحجز لك. ولو حضرتك ما تواصلتش، ممكن مثلا لو طلب منك مبلغ كبير السمسار ده عشان جدية الحجز، هو برضو بيبقى حقه يا جماعة، لأن الراجل ده برضو بيبقى مستني موسم الصيف ده طول السنة عشان يشتغل فيه على الكام شقة اللي معاه. فالراجل ده ما بيصدق مثلا حضرتك بتكلمه وانا بكلمه كذا حد بيكلمه في نفس الوقت، فما بيبقاش عارف مين صادق ومين كذاب، وما بيبقاش عارف يحجز لك ولا لا. فأكيد بيطلب منك مبلغ معين مثلا عشان جدية الحجز، فحضرتك بتتواصل معاه مثلا عن طريق التليفون وبتظبط معاه بعد كده وبتبعت له. بس نصيحة مني ليك، يا ريت حضرتك لو هتبعت لحد من السماسرة اللي هنا تبعت له مبلغ صغير ما يزيدش مثلا عن 300 جنيه. دول كده طبعا كافيين، 250 300 جنيه، اكيد مفيش حد هيبعت 300 جنيه ومش هيجي يعني مش هيبعتهم كده اكيد لله وللوطن. نتمنى طبعا تكون جولتنا النهاردة في شاطئ السلسلة أو شاطئ الشاطبي عجبت حضراتكم. بنوعدكم نكمل معاكم كل شواطئ اسكندرية، مش هنسيب شاطئ غير لما نعرف حضراتكم عنه كل حاجة بإذن الله.